كليوباترا السابعة كانت آخر ملكات الأسرة البطلمية في مصر، وواحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ العالم القديم. ولدت في الإسكندرية، ونشأت في بلاط يعجب الصراعات، لكنها تميزت بذكائها وقدرتها على قيادة دولة تواجه ضغوطاً داخلية وخارجية. أتقنت عدة لغات، وحرصت على تقديم نفسها للمصريين كفرعون حقيقي يرتدي الزي التقليدي ويمارس الطقوس، مما أكسبها شرعية قوية في البلاد. برز دورها السياسي عندما تحالفت مع يوليوس قيصر ليستعيد لها العرش بعد صراع مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، وبذلك بدأت مرحلة جديدة في حكم مصر. بعد مقتل قيصر، أقامت كليوباترا تحالفاً آخر مع مارك أنطونيوس، الذي شكل معها قوة سياسية كبيرة في الشرق، وحاولاً معاً مواجهة نفوذ أوكتافيان الذي سعى للسيطرة على روما. أدى هذا الصراع إلى نشوب معركة أكتيوم البحرية التي انتهت بهزيمتهما وانسحابهما إلى مصر، حيث واجه انهيار سلطتهما بالكامل. ومع اقتراب جيش أوكتافيان من الإسكندرية، اختارت كليوباترا أن تنهي حياتها عام 30 قبل الميلاد، بدلاً من أن تؤسر وتعرض في شوارع روما. كانت وفاتها نهاية العهد البطلمي، وبداية تحول مصر إلى ولاية رومانية، ومع ذلك بقي اسمها رمزاً للدهاء السياسي والجاذبية والقوة التي صنعت إحدى أشهر الأساطير في التاريخ.